هناك سيدة تعاني من ضائقة مالية، ثم بدأت تكرر الأوامر الطاقية لجذب المال، وبعد فترة قصيرة حصلت على ترقية في عملها وزاد دخلها بشكل ملحوظ. وعند سؤالها عن سر هذا التغيير أكدت على أنها كانت تداوم على التأكيدات منذ مدة، وكان هناك عاملا مديونا بمبالغ كبيرة وبدأ أن يركز على الأوامر الطاقية لجذب المال، ويتخيل نفسه بعد سداد كل ديونه وهو يشعر بالسعادة والوفرة المالية. فقد تغير وضعه المالي تماما، ولقد أصبح اليوم أحد المستثمرين الكبار. وعندما سئل عن سبب هذا التغيير أكد أنه لم ينقطع تماما عن تخيل الوفرة والثراء. إن الأوامر الطاقية تعد أداة فعالة لجذب وتحقيق المال، وتعد أداة فعالة أيضا لتحقيق الوفرة المالية. والأوامر الطاقية عبارة عن عدد من العمليات المختلفة والتي عليك القيام بها يوميا، مثل التأكيدات والتخيل والتأمل والامتنان وغيرها من الأشياء الأخرى والتي سوف تتعلمها لاحقا. ولكي تحقق أقصى استفادة منها عليك أولا تحديد معتقداتك السلبية حول المال والعمل على تغييرها، وعليك أيضا تحديد أهدافك المالية بشكل واضح وتؤمن بقدرتك على تحقيقها، وأن تكرر الأوامر الطاقية بانتظام، وتتأمل نفسك كثيرا وأنت محاطا بما ترغب وما تريد، ولا تنسى الامتنان لما تمتلك بالفعل، وأن ترفع مستويات المشاعر المتعلقة بالوفرة المالية، وعندها يمكنك فتح قنوات الطاقة والحصول على الوفرة المالية التي تستحقها. أولا، عليك التخلص من معتقداتك السلبية حول المال. قبل البدء في استخدام وتطبيق الأوامر الطاقية، من المهم لك كثيرا أن تحدد معتقداتك السلبية عن المال وتقوم بتغييرها. ويمكنك تحديد هذه المعتقدات من خلال مراقبة الأفكار التي تفكر بها والمشاعر التي تشعر بها عندما يتعلق الأمر بالتفكير في المال. فإذا كنت تشعر بالخوف والتوتر والقلق عندما تفكر في المال، عليك التدقيق في المعتقدات التي تسبب لك هذا الخوف والقلق والتوتر. سترى أن بداخل عقلك عددا من الأفكار السلبية حول الحصول على المال، مثل المال صعب المنال، وهناك الكثير من المشاكل التي ستحدث لي بسبب قلة المال، وهناك الكثير من المعاناة ستلاحقني إن لم أحصل على المال سريعا. وعليك التخلي عن تكرار هذه الأفكار لأنها تعطل عمل الأوامر الطاقية، وفي بعض الأوقات تكون هي نفسها أوامر طاقية بالفقر والمعاناة والفشل. وباستمرار تكرارك لها طوال الوقت والشعور بمشاعر الخوف والمعاناة المصاحبة لها، تتحقق في الواقع بدلا من أن تتحقق الوفرة المالية التي تحلم بها. ولكي توقف هذه الأفكار والمعتقدات السلبية عن المال تماما، عليك أن لا ترفضها ولا تحاول إيقافها أو التخلص منها، بل كل ما عليك هو التخلي عنها بطريقة هادئة. وتسألني الآن كيف يمكن أن أتخلى عنها بطريقة هادئة بدون أن أرفضها أو أقوم بمقاومتها؟ وسأقول لك أن عقلك دائما يزيد من الأفكار التي تحاول مقاومتها أو رفضها، فالعقل يولد مزيدا من الأفكار التي تفكر بها، لذلك كلما حاولت أن ترفض فكرة ما سيولد عقلك الكثير من الأفكار المشابهة لها حتى تستمر في عملية الرفض طويلا. والحل الأمثل والأفضل في هذه الحالة لكي تتخلى عنها بطريقة هادئة وهو أن تتقبل هذه الأفكار. تتقبل فكرة أنك قد لا تحصل على المال، تتقبل فكرة أنك قد لا تستطيع الحصول على ما تريد، وعندها سيرى العقل أفكارا بالرضا فيولد الكثير من الأفكار التي تشعرك بالرضا، وتختفي الأفكار السلبية حول المال بطريقة هادئة. وعلى سبيل المثال، إذا كانت الفكرة التي تطرأ على عقلك كثيرا وتقاومها باستمرار هي سأحصل على الكثير من المعاناة والألم بسبب عدم امتلاك المال، لا تحاول أن ترفض هذه الفكرة أو تعمل على إيقافها أو تحاول التخلص منها، لأن هذه الأمور ستجعل الفكرة تزيد أكثر وأكثر. ولكن عندما تتقبلها بكل هدوء وبمنتهى الرضا ستجد أن الفكرة السلبية اختفت تماما وتخليت عنها بهدوء. وبعد أن تتخلى عنها ابدأ بوضع أفكارك الجديدة عن المال والوفرة المالية. فالرفض يولد مزيدا من الرفض، والتقبل يولد مزيدا من الرضا، وهذا الرضا يسمح لك بالتخلي عن الأفكار السلبية التي تطرأ على عقلك كثيرا بخصوص المال. ثانيا، فهم طبيعة المال كطاقة. حتى تكون على علم واسع بتطبيق الأوامر الطاقية لابد أن تفهم أولا طبيعة المال كطاقة. المال هو طاقة مستمرة لا تنقطع بل تتدفق باستمرار، مثلها مثل الماء ومثل الكهرباء، وأفكارنا ومشاعرنا هي طريقنا للتعامل مع هذه الطاقة. لذلك علينا توجيه الأفكار والمشاعر الخاصة بنا بشكل صحيح يتماشى مع طاقة المال والوفرة المالية. فالتركيز على أفكار الندرة والنقص تعيق من تدفق المال إلى حياتنا، كما أن التركيز على أفكار الوفرة والثراء تزيد من قدرتنا على جذب المال إلى حياتنا. ثالثا، أهمية فهم العلاقة بين قانون الجذب والأوامر الطاقية. هناك علاقة قوية بين قانون الجذب والأوامر الطاقية، فإن مفهوم الأوامر الطاقية يرتبط بقانون الجذب ارتباطا وثيقا، وينص قانون الجذب على أن كل ما نركز عليه نجذبه إلى حياتنا. فإن أفكارنا ومشاعرنا عبارة عن طاقة، ودائما هذه الطاقة تتجاذب مع المماثل لها. فعندما نركز مشاعرنا وأفكارنا على الوفرة المالية فإننا نجذب مزيدا منها. والأوامر الطاقية للمال تعمل كمرشدة لدفع هذه الطاقة نحو الوفرة بشكل محدد ومركز، مما يسرع من دور قانون الجذب في تحقيق الوفرة المالية. رابعا، وضوح الهدف المراد. علينا أن نحدد بوضوح تام ما نرغب وما نريد، فبدلا من قولك أريد أن أكون غنيا
عليك أن تقول أريد أن أكسب 10,000 دولارا شهريا من خلال عملي الخاص. فكلما كان الهدف محددا ودقيقا، كلما كان تحقيقه سريعا، ومع الإيمان بهدفك والشعور الدائم بالحماس والفرح والامتنان كلما فكرت في الهدف، سوف تتدفق طاقة المال منك بشكل يسمح لقانون الجذب بأن يتفاعل معها. خامسا، التأكيدات والتأمل والخيال. التأكيدات هي عبارات موضوعة بشكل دقيق ومتناسبة مع ما نريد، ونقوم بتكرارها باستمرار بهدف ترسيخ هذه العبارات والمشاعر المصاحبة لها في العقل الباطن، وهي من أكثر الأوامر الطاقية شيوعا. وتخيل أنفسنا وقد حصلنا على ما نرغب وما نريد يساعد على تدفق مشاعر مساوية لمشاعر الهدف تماما، كما أنها تخلق صورا ذهنية واضحة عن الهدف الذي نريده بداخل العقل الباطن. والتأمل يساعد على تهدئة العقل والتحكم في الأفكار، فهو يساعدك على أن تكون واعيا تماما لترى عقلك وهو يفكر في الأفكار التي لا تريدها، كما أنه يساعدك في التخلي عنها بطريقة هادئة. ولذلك استخدام التأمل من خلال التركيز على أفكار الوفرة لمدة 10 دقائق سيساعدك على التحكم في كل الأفكار التي تطرأ على عقلك بخصوص المال، وتحويلها بشكل هادئ إلى الأفكار التي تسير نحو الهدف الذي ترغب في تحقيقه. سادسا، الأوامر الطاقية للوفرة المالية. أنا أمتلك الكثير من المال وأحصل على دخل وفير. أنا أجذب المال بسهولة ويسر، والمال يحيط بي من كل مكان. أنا أكسب 20,000 دولارا شهريا. أنا أسدد كل التزاماتي ونفقاتي بسهولة، وأقوم بشراء الكثير من الأشياء التي تزيد من رفاهية حياتي. أنا أحصل على فرص رائعة للعمل والاستثمار. مدخراتي تنمو بشكل سريع وأعمالي ترتقي بشكل مريح. أنا دائما أحقق أحلامي سريعا. أنا دائما مسيطر ومتحكم تماما في أفكاري ومشاعري. أنا مستثمر متميز وصاحب عقلية متطورة. أنا أحقق الكثير من الاستثمارات وأحقق منها الكثير من الأرباح. أصبح الآن المال يحيط بي من كل مكان. أنا أمتلك الكثير من المال وأحصل على دخل وفير. أنا أجذب المال بسهولة ويسر، والمال يحيط بي من كل مكان. أنا أكسب 20,000 دولارا شهريا. أنا أسدد كل التزاماتي ونفقاتي بسهولة، وأقوم بشراء الكثير من الأشياء التي تزيد من رفاهية حياتي. أنا أحصل على فرص رائعة للعمل والاستثمار. مدخراتي تنمو بشكل سريع وأعمالي ترتقي بشكل مريح. أنا دائما أحقق أحلامي سريعا. أنا دائما مسيطر ومتحكم تماما في أفكاري ومشاعري. أنا مستثمر متميز وصاحب عقلية متطورة. أنا أحقق الكثير من الاستثمارات وأحقق منها الكثير من الأرباح. أصبح الآن المال يحيط بي من كل مكان.